الاكله دي بنعملها في العيد. لازم نعملها في العيد، والعيال بيطلبوها كبير وصغير. تعالى اقول لكم هنعمل ايه. هتجيبي اللحمه المفرومه الكميه اللي انت عاوزاها، هاتي نص كيلو فرماها مع آه، حته بقدونس عودين بالظبط. عندي بصل يا جماعه، البصل ده انا بشراه وعامله فيديو قصير على القناه دلوقتي من شويه، اتمنى ان انتوا تشوفوه. هيعجبكم. تمام، عن ازاي ابشر البصل من غير ما اعيط. تمام. هعمل ايه تاني؟ هحط بهارات الحواوشي او خلطة الحواوشي دي حلوة قوي. بجيبها جاهزة مش من عند العطار، بتبقى احلى. احط معلقة على نص كيلو اللحمة. تمام، مش هحط كتير يعني. وهحط ملح وفلفل، فلفل اسود وملح. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وطبعا الملح حطي الكميه اللي انت تتاكدي ان هي هتملح اللحمه، يعني حوالي نص معلقه شاي. ادعكي بقى اللحمه كويس بالتوابل ديت. بصوا يا جماعه، محدش يقول لي ايدك ومش ايدك. كلنا بنستعمل ايدينا يا جماعه. انا ما بعرفش استعمل الجوانتيات الصراحه، ما بعرفش استعمل الجوانتي ده ابدا. هبتدي ان انا احط المكونات كلها على بعض زي ما انتم شايفين، وادعكم كويس جدا. بصوا يعني اللحمه حلوه جدا، ريحه وطعم. عندي صينيه احط فيها شويه زيت. ايه ده يا امي، الزيت ده كتير؟ لا مش كتير يا جماعه. انتوا هتعرفوا انا هعمل بيه ايه دلوقتي. وكمان انا هحط الحواوشي في الفرن، مش ليه على البوتاجاز، ده اطعم بكتير واصح. لان انتوا عارفين ان الزيت بيعمل كوليسترول وحاجات كتير كده ضاره. بتاخدي كرة لحمه وبتحشي بصوا لحد الاخر، يعني زي ما انتوا شايفين انا بقول لكم لحد الاخر. تمام، بتبتدي بقى ان انت تفردي كويس قوي وعلى الاطراف كمان. تمام، هتحطي زيت من الناحيتين. انا حاطه طبعا اللي انتوا شفتوه، ومن ورا ومن قدام. لازم ادام هتحطيه في الفرن، لكن لو مش هتحطيه في الفرن وهتقليه على البوتاجاز مش هتدهنيه اي حاجه. في ناس بتحط سمنه يا جماعه، سمنه بلدي او سمنه اي نوع سمنه، ولكن السمنه بتحرق العيش. والزيت ده بالذات كمان لان فيها ميه كده احسن بكتير. الزيت بيبقى خفيف، وكمان الحواوشي بيستوي كويس. بصوا يا جماعه، حطوا كميه زي ما انا بقول لكم، دي لسه محتاجه على الاطراف. تمام. على فكرة كمية اللحمة كبيرة، هوريها لكم اخر الفيديو. حطوا زيت بقى، وكنت حاطة زيت من تحت وخلصت كده. هاخدها واوديها ايه على الفرن. تعالوا بقى شوفها بعد ما طلعت. بسم الله ما شاء الله. الكاتشب ده انا اللي عاملاه، كمان الاضاءة مش مدياله حقه. كاتشب جميل جدا. هقول لكم عملته ازاي. وادي الحواوشي بعد ما طلع، شوفوا لونه وشكله، هقربه لكم. بس هقول لكم دلوقتي معلومة عن الكاتشب. الكاتشب لما بتعمليه في البيت طبعا احسن من بره بكتير. وانا عاملاه كاتشب حار. هتقولي طب ما انت ما رضيتيش تحطي شطه في الحواوشي؟ ما رضيتش احط شطه في الحواوشي، بس مش كل العيال بتحب الكاتشب، فانا خليت جزء من غير شطه وجزء حطيت له شطه. تمام. تعالى اقول لكم عملتها ازاي. جبت نص كيلو طماطم او كيلو طماطم اللي عندك، حطيه على النار وحطيه يغلي من غير ميه ولا حاجه. بعد ما تقطعيه نصين، بعد كده اضربيه في الخلاط وبشوريه. اضربيه في الخلاط اضربيه في الخلاط وصفيه، وحط له سكر وخل وملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر. شفتوا شكل الحواوشي زي ما انتم شايفين؟ كان شكله حلو قوي وهو طالع من الفرن. طيب انا هعمل ايه؟ انا كده كل عيل هياخد رغيف، لان هم اطفال، كل واحد هياخد رغيف. وهقطعه زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان الولد ياخد نصين. ده بيشتروه من بره، طعم وحش جدا كله دهون. والكاتشب طبعا. لو عندك ولاد صغيره حط كل واحد الكاتشب بتاعه. ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس. مع السلامه.